بعد هزيمة جون سينا في كراون جول، ناس كتير توقعت ان ده هيكون اخر نزال ليه في حلبات الدبليو دبليو اي. حتى المشجعين في الحلبة فضلوا يسقفوا كتير وهو طالع حزين والمشهد كله كده فيه حزن، فالموضوع طلع كأنه بيودع الجمهور. لكن ممكن ما يكونش كده، خليك معايا هقولك ليه. من الاخر شركة ال WWE مش هتخلي جون سينا يعتزل بسهولة كده بعد كمية الهزايم المتتالية اللي خدها دي. ده يا مؤمن اخر مكسب لسينا كان في 2018 قبل الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وطبعا قبل يوم 7 اكتوبر. دول اهلنا في غزة في كل صلاة وفي كل وقت ان ربنا يثبتهم وينصرهم ويتقبل شهدائهم وينصرهم على ربنا الغاشم ده، اللهم امين. وعشان اخر فوز لجون سينا كان في 2018، بس يا وحش بقى احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ ال WWE مش هتخلي القصة دي تمر مرور الكرام كده، وهتعمل منها احلى كامباك لجون سينا. والماتش الجاي في اكبر المهرجانات في تاريخ ال WWE، راسلمانيا او سامر سلام، واعتقد انها هتكون في راسلمانيا وهيلعب مع سولو عشان يكونوا عملوا ماتش كبير لكل اعضاء البلاد لاين، جيمي ضد جاي، سولو ضد سينا، ورومان رينز ضد كودي روز. بعد خطة الكامباك العظيمة دي، سينا ممكن تعمل له خطة من الاثنين دول، يا يدخل في عداوة على لقب القارات اللي بالمناسبة ده اللقب الوحيد اللي مكسبوش في مسيرته مع الدبليو دبليو اي، ويبقى جراند سلام. والجراند سلام ده اللي مش عارف هو المصارع اللي يكون كسب كل ألقاب الاتحاد، ودي مصارعين قليلين بس اللي عملوها، آخرهم كان فين بالور. او الطريق التاني ان هو يبقى بطل العالم للمره ال17 في مسيرته ويكسر رقم ريك فلير، وده اللي انا بتمناه، بس ما اعتقدش ان ده هيحصل، لان من الناحيه التانيه سينا دلوقتي ممثل في هوليوود ومشغول، فمش هيكون متواجد دايما وما عندوش نفس الشغف والطاقه ان يوجه الاضواء نحوه ويسيب المصارعين الفول تايمر في الدبليو دبليو اي. وكمان ما ننساش عامل السن. فاعتقد ان اقصى حاجه ممكن دبليو دبليو اي تعملها لسينا بعد المسيره الجامده دي كلها هي انها تخليه جراند سلام. وتبقى الحقيقة هي إن لقب The Greatest of All Time اللي طلعته ال WWE على سينا مش من فراغ، وسينا هيفضل واحد من أعظم المصارعين في التاريخ جوه أو بره الحلبة. وهنا السؤال، سينا's time is almost up, whose time is now؟ وقت سينا خلاص دوره بيخلص، وقت مين اللي بعد كده؟ لو عندك إجابة اكتب في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو. بس كده، سلام.